الخلق الحسن هو أثقل شيء في الميزان، ما يوضع في الميزان شيء أثقل منه بعد كلمة التوحيد، بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يتعلق بالله جل وعلا هو الثقيل في الميزان. لكن هذا من جهة التعامل مع الناس هو أثقل شيء. ما هو الخلق الحسن؟ هو النفاق؟ لا. هو الدبلوماسية؟ لا. هو المجاملة على حساب الدين؟ لا. هو التصنع للخلق؟ لا. الخلق الحسن تجمعه 5 خصال. الأولى طلاقة الوجه عند اللقاء، مع من يستحق طلاقة الوجه، ولا الكافر تلقاه بوجه مكفهر لأنه عصى رب العالمين، كافر تبغضه ما تنبسط معه. لكن المسلم تلقاه بوجه طليق، هذا أول شيء، طلاقة الوجه وبسط الوجه، وهذه صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. فهذا جزء من الخلق الحسن. الجزء الثاني هو طيب القول، وقولوا للناس حسنا، ومن ذلك أن تبدأ بالسلام وما يشعر بالمحبة والإكرام